السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وسعاده. اخوكم اكرم الشيمي برحب بكم جميعا وبحييكم، بقول لكم انتوا والله العظيم ثلاثه اللي منورين القناه كلها، وانتوا اللي منورين الدنيا كلها. طبعا يا جماعه انا عارف ان انا بقول لكم اتجدعانوا معايا واعملوا وخلوا وسووا، وانا اللي بقصر وانا اللي بتاخر في عمل الفيديوهات وبقعد بال 10 ايام، بس والله غصب عني ساعات بقى ضغط الشغل عليا وكلام من ده كله، حاجات تانية كتير في حياتي، فالامور ايه، ادعوا لنا كده يا رب بالتيسير وبالتسهيل ان شاء الله. طبعا يا جماعه برضو نقطه عايز اكلمكم فيها، يعني ايه، انتوا اخواتي فعادي يعني يا جماعه، الامور ما بيننا ايه كلها بالود يعني وبالحب. فدلوقتي يا جماعه الحمد لله والشكر لله، ربنا بقى بيكرمنا، والفيديو اللي انا بنزله بقى بيجيب بال 100 مشاهده وتلات اربع لايكات وحاجات حلوه وكلام من ده كله، حاجات كلها جميله والله. بس تفاعلكم معايا اكتر واشتراككم معايا في القناه هو ده اللي هيخليني انجح القناه، هو ده اللي يخليني احقق الشروط بتاعتها، ال 4000 ساعه مشاهده وال 1000 مشترك. فمن باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ساعدوني اوصل للهدف ده في اسرع وقت ممكن. وكده كده احنا لسه ما دخلناش في عمل المحتوى ولا حاجه، بس يعني ايه، عشان نقرب مع بعض المسافات ونسرع مع بعض الدنيا، ونحاول ان احنا نكسب وقت ونتجدعن مع بعض في عمل الخير وكلام من ده كله. وطبعا اجركم وثوابكم كله عند ربنا قبل اي حاجه، وان شاء الله ان هي خير للجميع، وربنا يكرمنا ونحقق من القناه ديت كل احلامنا لو ربنا كرمنا منها بفلوس، ويجعلها ربنا بشرة خير علينا جميعا. دلوقتي يا جماعه انا جايب لكم موقف من فيلم جعلتني مجرما لاحمد حلمي وغادة عادل، لما كانت غادة عادل خطفاه، واحمد حلمي كان ايه، كان بيساعدها انها ايه تبتز والدها وتجيب منه فلوس وكلام من ده كله. ففي موقف حصل في الفيلم دوت هنشوفه مع بعض ونتكلم عليه كلمتين ونقفل الفيديو على كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله خير، وتفائلوا خير يا جماعه، واشتركوا معايا في القناه وساعدوني باللايك والشير والتعليقات الكويسه، وبحبكم قوي اقسم بالله. خليكم معايا بقى واستمتعوا بالفيديو. قشطه، يلا سلام. وتعالى يا جماعه نشوف مع بعض كده الموقف اللي انا بقول لكم عليه. الموقف ده يا جماعه يعني، الموقف ده يعني في الواقع هو طبعا هنا في تمثيل، لكن كواقع وكحياه احنا عايشينها، لا بيحصل كتير كمان. فتعالوا نشوف الموقف مع بعض كده ونرجع لبعض تاني. كان مزنوق في 300 جنيه، وابنه كان عيان وملقاش حد يديله، انتحر. والانتحار يا جماعة يعني ليه أسباب كتير، منها مادية ومنها نفسية ومنها حياتية ومنها بصوا يعني حاجات كتير، مقاسي كتير يا جماعة، وحاجات كتيرة لو اتكلمنا فيها بصوا ملهاش أول ولا آخر. فوالله يعني ربنا يكون في عون الناس وربنا يكون في عون الكل. آه، انا نفسي بجد ان احنا نعمل خير، ونفسي بجد ان احنا ننجح القناة دي ونساعد منها بعض ونعمل كل اللي نقدر عليه، وربنا معانا يا جماعة، وربنا هيكرمنا جميعا ان شاء الله. فده كان موقف حبيت ان انا برضو ابينه معاكم واتكلم معاكم فيه، ويا رب تكونوا يعني ايه برضو فاهمين احنا عايزين نعمل ايه. واي حد معايا حابب ان هو يساعد في الخير، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وثوابنا عند ربنا كبير. بشكركم على مشاهدتكم للفيديو، وبحبكم في الله. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، واستنوني. سلام.